النهاردة هنكمل حلقة الأراضي اللي هو طرح مسكن نازل يوم 7/11 وهينتهي يوم 6/1/2025. ده الحلقة التانية من الفيديو اللي نزل امبارح، هو منقسم على جزئين. الجزء بتاع امبارح فيه كلام، والجزء بتاع النهاردة فيه كلام تاني مهم جدا جدا. احنا كنا اتكلمنا في بعض الحاجات المهمة جدا برضو في الفيديو بتاع امبارح، والنهاردة هنتكلم عشان الناس سألوني المدن نازل فين بقى. كل مدينة كده قولنا كل قطعة نازلة في انهي مجاورة، ونازل كام قطعة، ونازل السعر المتر بكام، وعرفين عشان نروح نبص قبل ما نقدم على الأراضي. ده جالي كومنتات كتير جدا في الفيديو بتاع امبارح. طب مدينة كذا نازل فين؟ طب مدينة كذا المتر بكام؟ طب مدينة كذا المقدم بتاعها بكام؟ طيب المدينة مثلا فيوم الجديدة نازل فين؟ ملوي الجديدة المجاورة كام؟ خميم الجديدة نازل كام قطع؟ الأسعار ايه؟ عشان كده عملت لكم الفيديو بتاع النهاردة. هنتكلم على كل اللي انتوا عايزينه في الفيديو ده. طبعا دي أراضي برضو إسكان اجتماعي يا جماعة، بس مش الأرض اللي نازل فيها الطرح. طيب اللي ما حطش لايك بسرعه يحط لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها وفعل الجرس. اعملوا شير الفيديو عشان اكبر عدد يستفاد. اتمنى زي ما بنتعب كده ليكم واللي انتوا بتعوزوه بتلاقوه على القناه، يعني بحاول ابسط لكم الامور على قد ما اقدر، فبتعب جدا على الفيديوهات وفي القناه. فاتمنى ان تعملوا مشاركه للفيديو، حطوا لايك وكومنتات كتير عشان نرفع الفيديو. طيب تعالوا بقى، احنا كنا قلنا الاراضي دي هتنزل من امتى؟ بكره يوم 7/11/2024، هتنتهي يوم 6/1/2025. جالي برضو كومنتات كتير كتير جدا، انا عايزه اقدم، انا واخد ارض اسكان اجتماعي، ينفع اقدم عادي مفيش اي مشكله. هقول لكم ايه الحاله الوحيده اللي ما ينفعش تقدم على الاراضي دي، لكن اي حد ينفع يقدم. هي حاله واحده بس ما ينفعش تقدم على الطرح دوت. اسمعوا الفيديو بقى كويس عشان اقول لكم امتى الحاله دي. بعد ما نشرح نقول مين اللي يقدر يقدم ومين اللي ما يقدرش يقدم. لكن اللي واخد شقه اسكان اجتماعي ينفع يقدم، اللي واخد ارض اسكان اجتماعي ينفع يقدم. مفيش سن، مفيش مفردات مرتب، ولا في اي حاجه، ولا في اي شروط. لكن هو شرط واحد بس هنقوله بعد ما نخلص لكم التفاصيل كلها. طيب طرح ارض مسكن بتبقى على موقع مسكن، التقديم كله بيبقى على النت، على الموقع. النت هيفتح بكره، كل حاجه بتبقى قدامك، القطع بتبقى قدامك. هو نازل بثلاث محاور زي ما قلنا، محور اسكان متوسط، واسكان مميز، واسكان اكثر تميز. يعني نازل بثلاث محاور. اسكان متوسط يعني قطع بادئة، يعني مثلا نازل قطع في مدينة غرب قنا، نازلين فين؟ في مجاورة 4، مساحات 276، سعر المتر عامل تقريبا 2850. ده كلها حاجات تقديرية، احنا لسه ما نعرفش الدنيا بكرة هيبقى فيها ايه، وكل حاجة هتظهر بكرة، بس انا بقول لكم ده كله حاجات تقديرية وتسريبات كانت طالعة. طيب نازل في مدينة أسيوط الجديدة، دي كلها الإسكان المتوسط. نازل في مدينة أسيوط الجديدة، أنا حابب أقدم في أسيوط الجديدة، عايزة أروح أبص على المكان، هل هينزل فين أو أنا هينزل لي فين في أسيوط الجديدة؟ في ابن بيتك 2. القطعة هتبقى 150 متر، لأن أصلا ابن بيتك كل مساحتها 150 متر. قال لك سعر المتر هيدخل في حوالي 3000 جنيه. دي كلها لسه حاجات تقديرية. طيب نازل في مدينة السادات، أنا طبعا مش هقول هنا عدد القطع، اللي حابب يعرف عدد القطع يعرفها، واللي حابب يعرف تفاصيل أكتر ناقصة هنا هتسمعها في الفيديو بتاع امبارح. نازل بمدينة السادات فين؟ طب انا عايزه اقدم في مدينة السادات، انا عايزه اشوف الاول القطعه دي نازله فين، واشوف المكان اللي نازل فيها القطع. اروح فين بقى؟ نازل في مدينة السادات في الفردوس، قطعه 276 متر، سعر المتر هيبقى في حدود 3220. عشان محدش يقول لي انت بتقولي وبتقولي. القطعه دي كلها سوري، اسعار المتر دي كله حاجات مبدئيه كده، حاجات تسريبات كده، بكره كل الدنيا هتبان. بس انا حبيت اعرفكم الدنيا ماشيه ازاي. نازل في مدينة بدر فين؟ في مدينة بدر في الحي الرابع، روحوا الحي الرابع وتشوفوا المكان. نازل قطع 276 وقطع 209، سعر المتر هيبدأ من 3675 جنيه. نازل في مدينة بني سويف الجديدة في ابن بيتك 2، ابن بيتك 2، نازل قطع 209 بسعر المتر 2870. نازل في ابن بيتك في السبعة، دي في حدائق اكتوبر. نازل في ابن بيتك في المجاورة السبعة، مساحة المساحة هناك 150 متر، المقد او سوري تمن سعر المتر 3370. طيب نازل فين تاني في طيبة الجديدة، نازل في منطقة ال 260 فدان، نازل 209 متر، ما فيهاش 276، كلها 209 متر، سعر المتر تقريبا 3200 جنيه. نازل في المنيا الجديدة في ابن بيتك في ال 400 فدان، مساحة 150 متر، سعر المتر هيبقى 2850. نازل في مدينة برج العرب الجديدة في الحي الخامس والحي السادس. القطع كلها نازلة 276 متر، سعر المتر
2925. دوت اللي هي الأراضي الإسكان المتوسط، يعني قطع صغيرة في 150 متر وفي 209 متر وفي 276 متر. يبقى كده خلصنا من محور اللي هو المتوسط اللي قطعه صغيرة ومقدمه 25,000 جنيه. نيجي للمحور الإسكان المتميز. المتميز دوت اللي هو مقدمه 100,000 جنيه والقطع بتبدأ من 450 متر. نازل في قنا الجديدة. نازلة فين بقى قنا الجديدة؟ عايزة اروح اتفرج على الأراضي هناك، هروح الحي الرابع. سعر المتر نازل تحت تقريبا 6400 جنيه. نازل في أخميم الجديدة في المجاورة الحادية عشر والثانية عشر. نازل في سوهاج الجديدة شرق طريق المطار. شرق طريق المطار ده في سوهاج الجديدة. سعر المتر 5745. نازل في العبور في اللواء الإسكان العائلي. سعر المتر 6685 جنيه. ده كله تقريبا يا جماعة. نازل في الفيوم الجديدة في المنطقة الإقليمية. سعر المتر حوالي 3070 جنيه. نازل في مولي الجديدة في المجاورة 7 في المرحلة الأولى. سعر المتر 2400 جنيه. نازل في أسوان الجديدة في الحي الرابع. سعر المتر هيبقى تقريبا 3495 جنيه. نازل في نصر الجديدة في الحي الثاني المجاورة الثالثة. سعر المتر حوالي 3545 جنيه. نازل في السادات في الريحان. سعر المتر تقريبا حوالي 4200 جنيه. نازل في مدينة العاشر من رمضان في الحي 34 والحي 37 تقريبا. دي كلها الاسعار دي كلها. طب ماشي، هنتكلم الاول 34 في حي 34 وحي 37. الحيين الاتنين تحفه وجمال جدا. يا ريت يكونوا منزلين في الاحياء دي. انا بقول لكم يا ريت العاشر من رمضان يكون نازل في الحي 34 وحي 37 لانهم موجودين اساسا واحياء جميله. الحي 34 ده موجود اصلا ويعني شويه والترفيه يشتغل فيه، و37 برضو شويه الترفيه يشتغل فيه، فهيبقى حاجه حلوه قوي. يعني هو سعر المتر برضو يعني عالي شويه. سعر المتر تقريبا هيبقى ب 6360 جنيه. ده عايزه اقول على حاجه، ده مقابل ايه؟ مثلا لو انا بتكلم في العاشر من رمضان، لو قطعه ارض في الحي 34 مخلصه قصاد الناس بتتكلم هناك ب2.25 و2.5 مليون. قطع 450 متر. طيب هو ممكن يكون مديها لك اعلى من السوق شويه او سعر السوق، وفي لحد طبعا 3 مليون كل قطعه ونسبه التميز بتاعها. انا بس بحسب لكم حاجه بس بسرعه كده، بس هنتكلم على بقيه الفيديو. طيب هو مديني القطعه المتر مثلا 6360. هو زي ما قلت لكم في قطع بتبدا من 2.25 مثلا في 34، وفي قطع بتبدا ب2.5، وفي قطع بتبقى مثلا ب3 مليون. طبعا نسبه التميز بتاعها. اللي قطعه الارض هو بيديها لك انت تدفع مقدم مثلا، وبعد كده هتقسط مثلا هيبقى فاضل لك قسطين 3. بس للاسف عايزه اقول على حاجه، ان الطرح دوت هيبقى فيه اولويه في حاجه، هي هتبقى قرعه يدويه. بس هيبقى فيه ناس، احنا سمعنا ان في اللي هيدفع ويكيش اكتر من مثلا من المقدم بتاعها. يعني مثلا لو المقدم بتاعها مثلا 100,000 جنيه اللي هي القطعة اللي في العاشر من رمضان، وانا هدفع بعد 100,000 جنيه ده كمان 300-400,000 جنيه، وغيري دافع 100,000 جنيه بس، فكده يبقى انا ليا الاولوية. فدي حاجة برضو يعني مش عادلة شوية، دي ظالمة شوية. هو كان بيقول انها هتبقى كلها بنظام قرعة يدوية، يبقى اسيبها بنظام قرعة يدوية. نتمنى ان هي تفضل كده، ما تكونش زي الشقة اللي نزلت وقال لك اللي هيدفع اكتر او اللي هيدفع او اللي هيدفع كاش هو اللي هيشيل. فلسه مش عارفين حاجة. بكرة عشان ما نفتيش كتير، بكرة الدنيا هتبين. بكرة ادخلوا على الموقع وهتلاقوا كل التفاصيل، كل حاجة والدنيا ماشية ازاي. طيب عايزة اقول على حاجة، الناس اللي مش هتعرف تدخل على موقع مسكن، روحوا سايبر او شوفوا حد يقدم لكم، علشان اللعب كتير في المواقع دي بتقفل معاك، عشان ما دانكش تلعب وتجرب والموقع يقفش معاك وما تعرفش تفتحه الا بعد فترة، عشان بتعمل ايميل طبعا وبتسجل بياناتك كلها، وبعدين تدفع مقدمك وتجيب الورقه اللي انت دفعت بيها الرقم بتاعك وتحطه وتكمل اجراءاتك وبياناتك، فعشان ما تعملش حاجه غلط. طب تعالى نتكلم بقى على الباقي. نازل 96 قطعه اكثر تميز. يعني اكثر تميز يعني قطع كبيره من 800 متر ل 1000 متر، ولو في 1000 وزياده هيبقى فيها. نازلين بقى فين والمقدم بتاعهم فين؟ المقدم بتاعهم هيبقى 350,000 جنيه. نازل 87 قطعه بمدينه 6 اكتوبر، ونازل 7 قطع بمدينة الشروق، ونازل قطعتين بمدينة العبور. هدفع مقدم كام؟ 350,000 جنيه لأي قطعة من القطع دي. ده المقدم بتاعهم 350. سعر المتر كام لحد دلوقتي محدش يعرف. انا كل الحاجات التقديرية اللي جات لنا كلها واللي احنا عرفنا نوصل لها اللي احنا اتكلمنا فيه، لكن الاكثر تميز مفيش له اي تسريبات اكتر من اللي هو طلعت دي، مفيش له اكتر من كده.
طيب انت كنتي قلتي لنا ان كل ينفع يقدم. لو انت واخد شقه اسكان اجتماعي تنفع تقدم، لو واخد ارض اسكان اجتماعي تنفع تقدم، لو واخد ارض طرح واخد قطعه برضه مميزه بعيد. ركزوا بقى معايا كده، بعيد عن موقع مسكن. موقع مسكن ده فتح قبل كده لطرحين لتلاتة، سوري لتلاتة لأربعة، وده طرح جديد منه. لو انت اشتريت من موقع مسكن ده قبل كده وقدمت على موقع مسكن ده بعد كده، يعني قدمت على موقع مسكن ده قبل كده وهتيجي تقدم عليه تاني عشان تاخد منه ارض، مش هيديك، مش ليك، ملكش. اي حد خد ارض على الموقع ده اللي هيفتح بكره انت هتقدم عليه، ما ينفعش تقدم عليه تاني. خدت اي ارض من اي مكان تاني ينفع تقدم على موقع مسكن، طالما بعدت عن موقع مسكن. لو واخد شقه في دار مصر، لو واخد شقه في جنه اكثر تميز، واخد ارض اسكان اجتماعي، واخد شقه اسكان اجتماعي، ينفع تقدم. اي حد ينفع يقدم على الموقع ده، لكن الناس اللي قدمت على الموقع ده قبل كده واستلمت ما ينفعش تاخد. الناس اللي قدمت وما اخدتش لازم برضو تجيب ورقه كده ان انت، عشان ما يطلعش اسمك ان انت قدمت عندنا، فهم مش بياناتك مش بتبقى كامله، او مش يدوروا خدت ولا ما خدتش، يقول لك لا ده دوت قدم واسمه طلع عندنا. هتجيب ورقه تثبت ان انت ما اخدتش قبل كده، ان انت قدمت بس ومرسيش عليك اي قطعه من الموقع دوت. طيب السن من 21 لطول العمر لحضرتك، بس ما يكونش اقل من 21 سنه. انا في الشرقيه ينفع اقدم في اكتوبر، ينفع انا في العبور وينفع اقدم في اسيوط الجديده، ينفع انا في بدر وينفع اقدم في سوهاج، ينفع تقدم من اي محافظه لاي محافظه، مفيش اي اشتراطات ولا فيها اي شروط. وبالتوفيق للجميع. حطوا لايك بقى، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، اعملوا شير ده عشان اكبر عدد يستفاد زي ما حضراتكم استفدتم. لو في حاجه استنوا في الكومنتات، اتمنى تعملوا شير للفيديو، نحط كومنتات كتير، ليك سؤال او مش ليك سؤال، سمعت الفيديو اضغط اللايك، ما اشتركتش في القناه اتمنى تشترك فيها، وبعد ما تضغط اللايك وتشترك في القناه حط كومنتات كتير عشان نرفع الفيديو، عشان الكل يشوفه والكل يستفاد زي ما حضرتك استفدت. وبالتوفيق للجميع.